جايه لكم بمطعم صيني هيدن جيم فعلا لدرجه ان انا تهت عشان الاقيه. انيان تاتا. النهارده تجربتنا هتبقى في مطعم لاكي هاوس. المطعم حرفيا من بره شكله ما يدلش خالص على اللي جواه. الاجواء بتاعته صينيه فعلا ما بتهزرش، والمطعم كان واسع قوي من جوه، والديكورات بتاعته حلوه قوي. اول حاجه بيقدموا لكم كومبلمنتري تي، او الشاي ده بيفضل معاكم طول ما انتوا بتاكلوا. شايفين الحماس الفظيع اللي على وشي وانا بصب كوبايه الشاي، وكنت متحمسه ادوقه، وزي ما توقعت انا وصاحبتي طلع شاي اخضر عادي. بس الصراحه هو اللي انقذنا من المعركه والاكل اللي هناكله دلوقتي. اول حاجه المنيو بتجيلكوا في تابلتس كده، وبتختاروا اللي انتوا عايزينه منها. طبعا كله مكتوب بالصيني، ما فهمناش اي حاجه، فطلبنا الويتر وسالناه الحاجات اللي احنا عايزينها، وكمان قلنا له يرشح لنا افضل حاجه ممكن ناكلها هنا، وهو رشح لنا السيشوان بويلد بيف. الطبق ده مليان مكونات كتير جدا، وفي نفس الوقت كبير قوي، يعني عمر ما حد لوحده يقدر يخلصه الصراحه. طبق مليان لحمه على براعم فاصوليا على جلاس نودلز على وود اير مشروم، وكمان سيشوان بيبر وكزبره وتوم. بصوا حاجات كتير جدا. الطبق كان جاي سخن مولع وفي نفس الوقت سبايسي، بجد طعمه تحفه. انا مش قادره اوصف لكم، ده تقريبا افضل طبق نودلز انا اكلته في حياتي، او افضل طبق بيف انا اكلته في حياتي. بس خلي بالكم من فلفل السيشوان، لانه حرفيا هينمل لكم بقكم كله. بعد كده صاحبتي كان نفسها رايحه جدا ان هي تاكل دمبلينجز، فطلبنا الستيمد والفرايد كمان علشان نشوف انهي واحده احسن، وفي نفس الوقت هل الدمبلينجز بتاعتهم حلوه ولا لا. اول حاجه كانت الستيمد. خلينا متفقين ان كل الاكل اللي نزل كان جاي سخن مولع. السايد صوص اللي كان جاي معاهم الصراحه طعمه حلو قوي ومشابه للي انا بعمله. نيجي بقى للطعم. الصراحه العجينه كانت حلوه قوي، كانت طريه وجميله. الحشوه بس كانت بيزك جدا، كانت لحمه ببهارات، بس مش احسن حاجه جربتها، بس هي حلوه الصراحه. بعد كده انتقلنا للفرايد دمبلينجز، والصراحه الفرايد بتاعها او القلي بتاعها كان حلو قوي. هي كانت بان فرايد شبه الجيوزا كده، وكان معاها نفس الصوص دي اللي بجد كان طعمها حلو قوي. يعني حتى لما قطمتها من جوه كان فيها مكونات مختلفه، وكانوا ضايفين عليها حاجات تانية، مع اني توقعت ان الاتنين يبقوا واحد، بس الصراحه دي تكسب. طعمها حلو جدا، ولو رحتوا لازم تجربوه. من الحاجات الكيوت واللي عجبتني جدا ان في بارت هناك للفروتس او للفواكه بيكون فور فري ببلاش، وتقدروا ان انتوا تعملوا له ريفيل، تقدروا ان انتوا تاكلوه بعد الاكل او تعملوه كابيتايزر وتاكلوه قبل الاكل. وزي ما قلت لكم الشاي انقذنا في النص، لان طبق البيف فعلا كان سبايسي قوي، والشاي هدى الدنيا. اوفرول المكان عجبني جدا وياخد 10 من 10. اوحش حاجه فيه بس الموقع بتاعه. المكان في المعادي، جربوه قولوا لي رايكم فيه ايه.